من المباريات. شكرا كابتن نواف. كابتن نبيل، نلتقي بين شوطي المباراة الآن إلى حفيظ دراجي، ركلة البداية لهذه المباراة الكبيرة مع ختام هذا اليوم الكروي الممتع مع البريمير ليج. حفيظ تفضل لك. شكرا جزيلا لك زميل محمد سعدون الكواري ولضيفيك الكريمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الافاضل اينما كنتم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا الى ملعب لندن الاولمبي ومجريات مباراه ويست هام يونايتد مع مانشستر يونايتد في اطار الجوله 19 من الدوري الانجليزي الممتاز. المان يونايتد 5 انتصارات متتاليه في الدوري، 6 في المجموع اذا حسبنا مباريات الكاس. فريق ويست هام 3 انتصارات متتاليه ثم خساره امام ليستر في الجوله الماضيه في هذا البوكسينج داي الذي يتميز باجراء العديد من المباريات بالنسبه للنوادي الانجليزيه في الدوري الانجليزي. الواحد من اشرط اللاعبين في نادي ويست هام في وسط الميدان، الكره تروح لاوبيانغ، عنده الكره ينتظر المساعده يجدها من هناك، او كوياتي عفوا، يجد المساعده من هناك من اوبيانغ، ترجع مره ثانيه لكوياتي لاوبيانغ عفوا لصالح اللاعب مايكل أنطونيو ثم سفيان يتفوق. الحكم يقول لك العب، ليس هناك اي شيء. أنطونيو يلعبها، البحث عن ديمتري بايت والتغطيه الدفاعيه من دفاع المان. البحث الان اللاعب الدولي السنغالي المبدع والمتميز حتى على الجهه اليمنى لنوردفيت، يبحث عن سفيان، وصلها سفيان، رجعته مره ثانيه. فغولي يحاول انطلاق، عنده الكره يلعب على الجهه اليمنى مع كوياتي، رجعت سفيان. فغولي مازال برجله اليسرى، يلعب من هناك على الجهه اليسرى لديمتري بايت التسديده والدفاع. يصد هذه الكرة سهلة لجونفي الجاري، ترسل القوائم النهائية إلى الكاف وبعدين يمكنك التغيير مع غرامات. الكرة في وسط الميدان، بول بوجبا انطلق والدفاع، ما زالت الخطورة، ومرة ثانية ترجع مرة ثانية الانطلاقة، وسفيان يعود بقوة، حرارة كبيرة عن سفيان، النوادي التي لعب لها. الكرة على الجهة اليسرى عن طريق دارميان في وسط الميدان، يلعب 10 كذلك ستستقبل هال سيتي وينتهي البوكسينج داي، وبعدين يرجعوا طبعا يرجعوا يلعبوا تقريبا كوستروخو. مايكل كاريك يلعبها في الوسط مع مخيطاريان، ترجع للروخو، طلبها اندر هيريرا، تقدم اندر هيريرا مقارنه ببول من الخلف، طلبها سفيان على الجهه اليمنى، وصلته سفيان فغولي معاه مدافع نوردفيت، يلعب مع الكره نوردفيت، سفيان يستلم الكره من امام رفيقه، تمشي والتغطيه من بول بوجبا، الحكم لم يقل شيئا، وصلت لسفيان على الجهه اليمنى يبحث عن المراوغه ولكنه لم يمر من امام تيودر مياه. ديمتري بايت اختطف الكره وانطلق، الكرة البعيدة ممتازة وصعبة لسفيان فغولي، يستلمها سفيان مازال، تدخلك يا سفيان قوي، تدخلك على فيل جونز، يعني لازم تحط رجلك في الكرة والا تاخذ رجلك بين يديك. سفيان فغولي قد يتلقى اول بطاقة صفراء لانه هنا قدم رجله امام فيل جونز المدافع القوي في تشكيلة فريق مانشستر يونايتد، يستحق البطاقة الصفراء. لا 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 لا, لا. انت غير محدود يا سفيان، ابدا انت غير محدود يا سفيان. اصابه في بدايه موسم، تضييع مكانتك في ويست هام، استغناء عنه في المنتخب الجزائري، وبطاقه حمراء اليوم في مباراه يلعبها كاساسي بعد ربع ساعه لعب. حكم المباراه السيد مايك دين كان قاسيا على سفيان هنا. اي 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 ليست هناك نية في التدخل الخشن، حب يلعب كرة ولكن سبقوا في الجونز. حكم المباراة أخرج البطاقة الحمراء في وجه سفيان فغولي. لا 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 لا، ليس لأنه سفيان ولكن لأنه يستحق البطاقة الصفراء، وكنت قلتها بأنه يستحق البطاقة الصفراء ولكن ليس الحمراء. قاسية جدا البطاقة الحمراء تحت ضغط لاعبي مانشستر يونايتد. مش عارف، لازم لك قوة ذهنية كبيرة يا سفيان، لازم لك قوة ذهنية كبيرة باش تتحمل كل هذه الضربات. انت لاعب منضبط وملتزم ورائع، وخدماتك جليلة للفرق التي لعبت لها وللمنتخب الجزائري. ألف تحية حتى ولو لم تشارك مع المنتخب. معليش يا سفيان، معليش، لاعب في مشواره يمر بظروف صعبة، وانت ظروف صعبة مريت بها. بداية موسم او نهاية موسم مع فالنسيا صعبة، بداية موسم صعبة مع ويست هام، إصابة ثم اللاعب كاحتياطي، ثم الاستغناء عنك في المنتخب، ثم تعثر امام الكاميرون، حملوك ما لا طاقة لك به. معليش، هذه الكرة وفي الظروف وبعد الظروف الصعبة ان شاء الله ترجع وترجع افضل مما كنت عليه جد، لان المنتخب في حاجة اليك. معليش. ربع ساعة لعب، ويست هام يونايتد 0 مانشستر يونايتد 0. بطاقة حمراء لسفيان فغولي.